ولي صحاباتي القريوش المقرمش المعسل شحال نخرج لي شباب وصفه اقتصاديه. الوصفه اللي درتها معاكم تخرج لكم 8 حبات فقط. قبل ما نشوفوا الوصفه حبيباتي نتمنى ديروا لي جيم كومونتير وبارطاج مع الحباب تاعكم، نروحوا نشوفوا الوصفه في رحبه. هنا كتمت معاكم الحبه باش تشوفوا النجاح الوصفه كي دايره. شوفوا مقرمشه من الداخل مورقه وغير باليد ني ماشينه ني والو. هنا حكمت قصعه درت فيها 3 كيلات فرينه. دوك نوريكم الكيل تاع الفرينه كي داير. درت القرصه تاع الملح ودرت لافاني مغرف صغيره تاع خل وخلطتهم. من بعد درت الكيله هنا 30 غرام تاع دهان مع 30 غرام تاع زبده مورقه تاع الدهان تاع الفيطاج. ذوبتهم حتى بردوا ولميت. قعدت هنا لميت بالماء والماء زهر. الكيل شتو الكاس تاع 240 نصه ديروا منه 3 تاع فرينه ونصه تاع كيله بين الزبده والدهن تاع الفيطاج 30 غرام 30 غرام. وهنايا ورقتها معاكم خليتها تريح 2 سوايع. كي ريح درتها مربع، هذاك المربع رشيته بالمايزينا وقلبته على 3. ومن بعد عاود تاني كل قلبه تاع مربع ندير مايزينا. خليتها تريح 2 سوايع وهنا جيت نحلها معاكم. هنا نحلو بطول. شوفوا هنا كي حليتها كاع هكا طويله باش ما تخرج لكمش لي شيتو كاع، تخرج لكم 8 قانون. حلوها غير كيما حليتها انايا بالطول. جبت هذاك الورقه هذيك اللي نوزن بها اللي نقيس بها باش يجوني كاع كيف كيف. هنا حليتها هكا كاع شرطتها في رحبه وحليت راني نحلفل هذوك الخطوط باش ما يقعدوش لاصقين. درت الماء في الاطراف قلت لكم درت الماء في الاطراف. تزيروا في الجوانب تقطعوا ديك الزياده بالخدمي وتدخلوا الجهه الفوقانيه تدخلوها غير تم تدخلوها وتقلبوا وتخرج لكم الشكل تاع السنبوله. هنا عاودت معكم حبه ثاني نعاودوا نحلوا هذاك اللي في الوسط اللي قتي نتحل باش ما تجيكمش معجنه وتجيكم لاصقه في بعضها بعض. نجيبوا الجهه اليمنى نديروا لها الماء ونبلعوها، نعاودوا نديروا الماء ونجيبوا الجهه اليمنى ثاني ونبلعوه كيما هكا. نفضوها شويه من هذيك المايزينا نزيروا في الجوانب كيما قلت لكم، نقلعوا الاطراف الزياده وندخلوا غير الجهه الفوقانيه ندخلوها تتحصلوا على هذا الشكل تاع السنبوله وشابه بالبزاف. هنا كنت محميه الزيت مقبل ونقصت له، قصت الحبه تاع القريوش. قد كي تطلع لكم في الزيت تقعدوا تطلع لكم في المقله تقعدوا ديروا في الماء. ايوا تقعدوا ديروا في الزيت من الفوق. وهاو مالت من حبات اللي تحصلت عليهم شابه بالبزاف خاويه من الداخل مقرمشه وما كاش العجين. وهي النتيجه ومع السلامه.